جبل شحشبو تقريبا هاي منير احتضنت الثورة من بداية الثورة. كان المعقل الأساسي للثورة والثوار بريف حماة وبريف إدلب وجبل الزاوية، كان المعقل الوحيد بقرية منير بجبل شحشبو، والحمد لله قمنا بفتح بيوتنا وقلوبنا للثوار. كان أنا في مدينة حمص طبعا، كان آلاف المنشقين من الجند والضباط والأكاديميين اللي كانوا ينشقوا من النظام النصيري، اللي كانوا يجوا لعنا. كنا نتعاون أنا والأخ أبو محمد والأخوة اللي موجودين في جبل شحشبو بالكامل. أنا أرسل له وهو يرسل لي الشمال إلى الشمال والجنوب إلى الجنوب، وكان الأمر جيد جدا وعظيم. واحتضنا الثورة بثوارها وضباطها ومجاهديها ومن كل العاملين على الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى. الرحيم. طبعا ما ترونه أمامكم من طبيعة خلابة وجمال ساحر في هذه المناطق الجميلة التي تشبه أهلها طيبا، خربها هذا المجرم بشار الأسد هو وزبانيته بما فعلوا من الجرائم الكبيرة، بحيث هدموا البيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن قبيلة بني خالد في الشمال السوري المحرر وكل سوريا قمنا بتشكيل مجلس شورى لقبيلة بني خالد، وقام مجلس الشورى بإنشاء مكاتب لخدمة القبيلة، وهذا المجلس هو مجلس مدني خدمي لخدمة أبناء القبيلة وتحصيل حقوقها على كامل الأراضي السورية المحررة. من أهم مكاتبنا الإدارة العامة ومجلس الصلح العام والعلاقات العامة والمكتب الشرعي، كما أنه لا نتبع لأي فصيل من الفصائل، وهو مجلس لإدارة القبيلة، والله ولي التوفيق. الله أكبر والعزة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الشمال السوري المحرر مع قبيلة بني خالد، ويسرنا أن نلتقي بالأخ أبو سليمان. مرحبا أخي. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم وحياكم الله. أخي أبو سليمان، ممكن تحدثنا عن تأسيس مجلس قبيلة بني خالد؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لقد قمنا بتأسيس هذا المجلس من بعد 6 سنوات من العناء والشتات والحرمان والقتل والتهجير والدمار الذي حل في أرضنا وبعشيرتنا وبملتنا وبأهلنا وبمسلمينا. لقد عانينا الأمرين من هذا النظام، وهمشنا تماما. نحن حوالي 2,000,000 نسمة موجودين على أرض سوريا الحبيبة، فمن خلال تواجدنا نحن سنكون الكفة الراجحة على أرض سوريا وعلى أرض الشام إن شاء الله. قارعنا النظام خلال 6 سنوات وقاتلناه، وقدمنا أكثر من 3000 شهيد على أرض سوريا الحبيبة هذه، ولا يخلو بيت من بيوتنا نحن قبيلة بني خالد إلا وفيه شهيد أو جريح. معنا الشيخ الحاج مفوض العليوي الخالدي، نائب مسؤول الإدارة العامة. مرحبا أخي. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك، أهلا وسهلا. أخي، حدثنا عن طبيعة مجلس بني خالد والمهام التي يقوم بها. نعم أخي، مهام مجلس قبيلة بني خالد مهامه خدمية بحتة، مرادفة للفصائل الثورية على الأرض في سوريا. الفصائل هي من أبناء الشعب، والمجلس هو من الشعب، يعني الفصائل من الأبناء والمجلس من الآباء. والمجلس مهمته الأولى هي مؤازرة أبنائه في مقاومة المحتل، مقاومة الظالم، مقاومة الميليشيات الفارسية، الميليشيات العراقية، ميليشيات حزب الله في هذا البلد، مقاومة النظام الظالم حتى يسود العدل في هذا البلد وترجع هذه البلد لأهلها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن بني خالد هي قبيلة كبيرة متوزعة على كل الجغرافيا السورية، وليس عندها العصبية المطلقة لنفسها، لأنها تؤمن بالإسلام أولا، وهي قبيلة يعني تقرب كل الناس إليها، وهي تتعاون مع الجميع في سبيل إنجاح هذه الثورة، وليس عندها العصبية القبلية التي تتعالى فيها على الآخرين أو تجمع قوة لوحدها لتعادي بها أبدا. هذا الأمر غير موجود. نحن نتعاون مع الجميع، ومنذ بداية الثورة كان الجميع
من أبناء هذه القبيلة متعاونين مع جميع أطياف الشعب السوري، مع جميع الفصائل، لا نفرق بين فصيل وفصيل، إنما نريد أن نعمل مع الاتجاه الصحيح بحيث تنجح هذه الثورة، وأينما وجد أبناء قبيلتنا المكان المناسب يعملون به ويسيرون في سبيل تحرير هذا الوطن، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. رحب بالأخ الشيخ موفق الخالدي. أهلا بك، رحب الله. حدثنا عن دور قبيلة بني خالد في الثورة السورية المباركة. أولا بسم الله والصلاة والسلام على محمد ومن والاه. باسم مجلس قبيلة بني خالد نحيي ثورتنا ونحيي ثوارنا المجاهدون المرابطون الصامدون، ونترحم على شهدائنا الأبرار الأخيار الذين قدموا أرواحهم وضحوا بدمائهم على هذه الأرض الشريفة، اللهم أني أسأل لهم الجنة ويجعلهم الله من الذين يباهي بهم ملائكة السماء يوم الموقف العظيم. وأقول باسم المجلس إلى الشعب السوري وإلى قبيلة بني خالد وإلى ثورتنا المجيدة: الثورة ماشية بكل عزم وغسمة وبالله ثوارها، يما نحقق حلمنا واهدافها وامجادها، شايبنا يوصى الطفل اياك عن خذلانها، يما الكرامه والشرف يما نكون امواتها. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن أبناء قبيلة بني خالد لقد قمنا منذ بداية الثورة السورية كل ما نملك، قدمنا منذ بداية الثورة السورية كل ما نملك في سبيل إنجاح هذه الثورة المباركة. لقد فتحنا بيوتنا وقدمنا الكثير من أرزاقنا، وقدمنا أبناؤنا وأخواننا في سبيل الله وإنجاح هذه الثورة، ولن نتوقف في يوم من الأيام عن متابعة هذا العمل. فها هم أبناؤنا موجودون في جميع الفصائل الثورية وفي كل الجبهات، ونعاهد الله والوطن على متابعة المسيرة أن نصل لغايتنا في النصر والتحرير، والحمد لله رب العالمين. معنا الأخ صلاح الخالدي، حدثنا عن أبرز المكاتب التي أسست في المجلس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد جهود جهيدة من مكتب الإدارة العامة تم بعون الله إنشاء مكاتب لهذه القبيلة، حيث تم إنشاء المكاتب المالية والمكاتب العلاقات العامة والمكتب الإحصاء والتوثيق، حيث تم في هذا المكتب، مكتب الإحصاء والتوثيق، توثيق أكثر من 3000 شهيد من هذه القبيلة، وأكثر من 6000 معتقل في سجون النظام. ونطالب من خلال قناتكم الكريمة بالإفراج عن معتقلين سوريا وعن معتقلين قبيلة بني خالد إن شاء الله. ونحن أبناء القبيلة نرفض رفضا كاملا التقسيم الديمقراطي الذي يسعى إليه النظام في تقسيم سوريا إلى الولايات، وجزاكم الله كل خير. نرحب بالشيخ أحمد خالد الخالدي، مسؤول الهيئة العامة لقبيلة بني خالد. نعم، أهلا وسهلا بقناة الجيش الحر، القناة التي شاركت الثورة من بدايتها. نرحب بكم وأهلا وسهلا. شيخ أبو ماجد، حدثنا عن الحراك الثوري لقبيلة بني خالد. نعم. هل التحقت بالثورة مبكرا ومنذ بدايتها؟ نعم. قبيلة بني خالد من أول الثورة هي دفء، حضن دافئ للثوار والمجاهدين، وكانت القبيلة ترعى المجاهدين وتحفظ على أمورهم وتدعمهم بكل إمكانياتها. قبيلة بني خالد هي القبيلة العريقة التي حضنت الثورة بكل إمكانياتها. دورك داخل مجلس قبيلة بني خالد وأهداف هذا المجلس. أهداف هذا المجلس للم شمل القبيلة أولا. ثانيا المجلس تكون لإصلاح القبيلة وأهدافها الثورية، وأي أخطاء تحصل بالقبيلة احنا موجودين على الساحة لإصلاح ذات البين، ونتعامل مع كل الفصائل بشكل موحد. الشيخ أحمد الخالدي، حياك الله. أهلا وسهلا بقناة الجيش الحر، أهلا وسهلا بقبيلة بني خالد. الذين ساهموا في تأسيس أو تشكيل هذا المجلس، وبنخص بالذكر الأخ أبو سليمان، والأخ صفوت الحسن، والأخ مفوض،
والأخ أبو ماجد والأخ عوض أبو مروان وجميع من ساهم في تشكيل هذا المجلس. حياك الله أخي. أهلا وسهلا فيكم، وأؤكد على وحدة الأراضي السورية، ونرفض أي وجود للاحتلال الصفوي الفارسي في جميع ميليشياته من عراقية ولبنانية. شيخ صفوة إسماعيل الخالدي، مدير مكتب العلاقات العامة في المجلس، حياك الله أخي. أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا في قناة الجيش الحر في الشمال السوري في مجلس قبيلة بني خالد، حياكم الله. نأتي من هذه القناة الكريمة أو هذه القناة الحرة المجيدة الذي شاركت الثورة من بدايتها. بالنسبة للمجلس كمجلس قبيلة بني خالد خطأ خطوة على مستوى العشائر، خطوة جبارة والحمد لله مثني عليها من عامة الأخوة في القبائل الثانية. من تطلعات هذا المجلس ومن أهدافه هو لم شمل العشائر على مستوى الساحة عامة بإذن الله، ونتواصل مع عدة زعماء في الساحة السورية في الشمال السوري لتوسيع لم العشائر أو القبائل العربية على أوسع نطاق إن شاء السميع العليم. ومن أهداف هذا المجلس هو تثبيت أو علاقات عامة مع الكوادر الطبية والتعليمية والإعلامية، وإن كانت على مستوى العشيرة وعلى مستوى الساحة السورية عامة. طبعا في قبيلة بني خالد الكثير من الأخوة المجاهدون والأخوة القادة العسكريون. نلتقي مع الأخ أحمد، القائد العسكري في جيش العزة. أخي حدثني عن بداية الحراك الثوري بشكل عام لقبيلة بني خالد. بالنسبة لأول البدايات كانت يعني كشغل أول شيء سلمية وآخر شيء طلعت بالنسبة المسلحة، ونحن إن شاء الله هدفنا تحرير الأرض أول شيء والعرض، وإن شاء الله والدفاع عن جميع الحقوق المدنيين في سوريا. نلتقي مع الأخ أبو إسلام القائد العسكري في جيش النصر، حياك الله أخي. أهلا وسهلا أخي. أنا القائد العسكري أبو إسلام، القائد العسكري لواء أحفاد المريد العامل ضمن جيش النصر، مكان عملي في ريف حماة الشمالي. والحمد لله رب العالمين قدمنا نحن وأبناء قبيلة بني خالد في أعمال ريف حماة الشمالي الأخيرة تضحيات كثيرة، من الحمد لله من شهداء تقبلهم الله ومن جرحى شافاهم الله، وكنا متواجدين بكثافة الحمد لله، ونعمل بيد واحدة مع جميع الفصائل ومع جميع الأشياء إن شاء الله. أبو عزام تبع حركة تحرير الشام. الفصائل كلها إن شاء الله واحدة، تعاون واحد ماشي، ونحن نشجع نود قبيلة بني خالد على الأمر هذا اللي نعمل بالنسبة في الشمال السوري، ويعني نحن ايد واحدة ان شاء الله، نحن والقبائل جميعا والعشائر يعني ان شاء الله لتحرير سوريا، ويعني الشعب السوري واحد كله كتلة واحد ان شاء الله. بني خالد قبيلة من بني مخزوم. بني مخزوم بطن من بطون قريش. قريش تعرفون بطونها 12 بطن، وأقواهم وأضخمهم هو بطن بني مخزوم، ونفتخر بأننا من هذا البطن، بأننا من هذه القبيلة الذي سميت باسم سيدنا خالد بن الوليد لبطولاته. ونفتخر بهذه القبيلة أنها احتوت جميع القادة العسكريين وأغلبهم حنكة ورجولة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة مؤتة كان المنقذ لجيش المسلمين هو سيدنا خالد بن الوليد، واستمرت القيادة العسكرية في بني مخزوم. كانوا قادة عسكريين في عهد الخلفاء الراشدين، قادة عسكريين ووزراء في العهد الأموي، قادة عسكريين في العهد العباسي. والحمد لله هذه القبيلة لم تغيب عن الجهاد في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد، وبعد. باسم قبيلة بني خالد التي تزيد على 2,000,000 شخص في سوريا ومن الشمال السوري المحرر، نعاهد الله أن نكون السيف الذي يلوذ عن حماها، وسيفنا لن يغمد بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا نقبل نحن أبناء هذه القبيلة أن نهمش من أي جهة معارضة داخليا أو خارجيا، ونحن من قدم أبنائه في سبيل الله وقربانا لتحرير هذه الأرض، ونحن من هجرنا من ديارنا وخسرنا الغالي والنفيس في سبيل تحرير هذه الأرض. نحن لسنا سواحا عليها، إنما نحن أبناء هذه الأرض، وسنبقى في هذه الأرض إلى يوم يبعثون، ولن نسمح لأعداء الإسلام وأعداء العروبة أن يكونوا على هذه الأرض إن شاء الله. كما أننا نفوض الأخ
المجاهد السيف الخالدي الناطق الرسمي باسم قبيلة بني خالد، وكذلك الأخ أبو مصعب الخالدي إسماعيل الغصاب أن يكون ناطقا رسميا باسم قبيلة بني خالد من هذا المجلس المبارك في أرض الخليج جميعها، والله ولي التوفيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نحن فيه. بارك الله فيكم. نشكر قناة السوري الحر على ما قدمت لنا، وهي قناة الثورة السورية من البداية وحتى الآن، حفظهم الله وحفظ مجاهدينا وثوارنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالدي مؤتمن، أنا خالدي مؤتمن وأصون عرضي والوطن، أنا خالدي مؤتمن وأصون عرضي والوطن، والشام داري والمنى تحريرها عرس الزمن، والشام داري والمنى تحريرها عرس الزمن، سنظل نرويها دما، سنظل نرويها دما، لن نكتفي بث الحزن، عهد علينا إننا في عزوة تسقي المحن، أن نفدي الأرض التي منها خلقنا نمتحن، سنزيح عهد ظلامنا وننير دربك يا وطن، أبناء خالد عزوتي وأنا لهم طي الكفن، لله أسلمنا الهوى والروح أثمن من بدن، لله أرواح لنا والحق مكفول الثمن. لابتي وقت اللقاس يوم شطيرة، أهل الحزام تعبت الأصاير، أهل الحزام تعبت الأصاير، الخوالد لا تزت يوم المسيرة، في مواقفها تشوفون الهوايل، الفشل محبها الطيب نصيرة، والنصر ميزات وفينا الخصاير، عزوتي تكون يا أحفاد المغيرة، وحدوا للراية في شتى الوسايل، وحدوا